لو فراخك وصلت لعمر 21 يوم والوزن لسه ما وصلش كيلو، ما تزعليش. الوصفة اللي هقولك عليها دي هترفع الوزن معاك وهتمنع الإسهال تماما، وتخلي التحويل سريع، وتخلي الفراخ دي توصل لأوزان عالية جدا 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 على 35 يوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبأفضل حال يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو اذكروا الله وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فراخك وصلت 21 يوم والوزن لسه ضعيف، والوزن ما جابش معاكي كيلو، معاكي كيلو الا ربع. يعني هو بيبقى كيلو الا ربع بيبقى ضعيف، يعني المفروض اكتر من كيلو. 21 يوم الوزن كيلو وربع كمان، ما شاء الله. الفراخ اهيت معديه كيلو وربع على فكره. فلازم تعملي لها الوصفه ديت علشان تلحقي تجيبي وزن قبل شهر. احنا عاوزين الفراخ تعدي ال 2 كيلو، 2 كيلو ونص، 2 كيلو وربع قبل شهر، عشان تبقي انتي جبتي نتيجه حلوه والاوزان تبقى معاكي حلوه. طبعا انا اتكلمت معاكم كتير على التهويه ودرجه الحراره ونظافه الميه ونظافه كل حاجه. نضفي كل حاجه للفراخ. السقايه دي والله بغسلها في اليوم مرتين، بغسلها في اليوم مرتين. الارضيات طبعا اهي الحمد لله، ومش يعني ما بيكفنيش كده، لا برش كمان عليها شويه جير وشويه ملح عشان الريحه، عشان ما يبقاش في ريحه عند الفراخ خالص تخنقها. تهويه الفراخ مبسوطه اهي، شايفين؟ لو دخلت على فراخك وتلاقيها بالشكل ده كده ونايمين بالشكل ده كده، تعرف ان كل حاجه مظبوطه عنده. الخلطه بتاعت النهارده هتفجر الاوزان معاكي، هتخلي التحويل عالي والوزن يطلع معاكي، والفراخ تجيب معاكي خلال الاسبوع ده، لان احنا النهارده 21 يوم، يعني خلاص كده خلصنا الاسبوع الثالث، وبكره ان شاء الله نبتدي في الاسبوع الرابع. الاسبوع الرابع والاسبوع الخامس، يعني باقي اسبوعين على 35 يوم. احنا اتفقنا ان احنا هنبقى على 35 يوم، باقي اسبوعين على ما نوصل ل 35 يوم. الوزن ان ما طلعش معاكي اخر الاسبوع ده او اخر الشهر وصل 2 كيلو واكتر، يبقى في عيب حاجه عندك. يا اما نوع الفراخ مش كويس، يا اما الفراخ عندها اسهال، يا اما انت مكتمه عليهم، يا اما في اي حاجه عندها. حاولي تراجعي نفسك الوقتي عشان تلحقي تجيبي وزن حلو. اشتغل على رفع المناعة، واشتغل على زيادة الوزن، واشتغلي على حماية فراخك من الأمراض، من البرد، من أي حاجة. برضو في نفس الوقت راعي ان الجو كل مرة بيحرر، والفراخ محتاج تهوية زي ما محتاج تدفئة. خلاص هو كل ما بيكبر اصلا ما بيبقاش محتاج درجة حرارة عالية زي الفراخ الصغيرة، فهو كده محتاج تهوية اكتر. الفرخ كل ما يكبر محتاج تهوية اكتر، فخدي بالك من الحته دي. كل ما يكبر كل ما توسعي له المكان وتخلي التهويه بتاعته حلوه. الاوزان مظبوطه الحمد لله. خليكي ماشيه كده بالاعشاب وبالخلطات الطبيعيه، وان شاء الله الخلطات اللي جايه كلها هتبقى لزياده الوزن. يلا حطي لي لايك كده بايديك الحلوه وصلي على النبي، وتعالي نحضر الخلطه. قبل ما نبدأ الخلطة نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ده كيلو ونص على فنامي، تركيز 21. معانا المكونات الحلوة دي على بعضها كده اهي. عاملة كمية حلوة النهاردة منها. حاجات بسيطة والله يا جماعة، بس والله بتفرق في فتح الشهية والتحويل والوزن. ده ايه؟ ده بصل وقشر برتقال. هي قشر برتقانه واحده بتغسليها وبتعملها مع بصلايه وتفرميها بالشكل اللي انت شايفاه ده. عايزه اقول لك الريحه ما شاء الله ما شاء الله عليها، يعني قويه جدا. الفراخ بتحب الريحه النفاذه، بتحب تشم ريحه كده علشان خاطر تنجذب للعلف. وفي نفس الوقت طبعا انتوا عارفين ان قشر البرتقال فيه فيتامين سي ممتاز. هنحط عليها ايه بقى؟ معانا هي معلقه واحده اهي، اهي خميره فوريه، معلقه خميره اخر واحده. طبعا انتوا عارفين الخميره بترفع الوزن، بس بشرط ما يكونش الفراخ عندها اسهال. هنحط ايه كمان؟
شايفين هي رشه صغيره اهي فلفل اسود، نص معلقه كده من الفلفل الاسود يا جماعه. هاضم جدا ومطهر امعاء قوي جدا وبيساعد على امتصاص العلف. وعشان نأمن نفسنا هنحط ده زعتر اهي، زعتر طبيعي من الحاجات اللي بتعالج الاسهال. عملنا فتح شهية وعملنا رفع وزن وعملنا تحسين هضم وعملنا علاج اسهال. يعني ما فيش الفراخ هتحتاج منك اكتر من كده. هتهضم كويس، وزنها هيزيد، الشهية بتاعتها هتتفتح. لو عندها اسهال او الحمام بتاعها مش متماسك الى حد ما، ان شاء الله هيبقى متماسك. لان كل ما الحمام يكون متماسك وناشف كل ما النتيجة بتكون احلى، وكل ما الفراخ تجيب معاكي وزن اعلى. نبتدي بقى نقلب الخلطة الحلوة دي كده مع بعض كده. انا عايزة الفرخ ياكل حباية العلف كده، ما شاء الله ما شاء الله، يعني يسحب في العلف اكتر، وفي نفس الوقت تبان عليه وتديله وزن. عاوزين الفراخ تطلع بقى الاسبوع دوت في الوزن كده علشان نوصل للوزن اللي يرضينا والوزن الحلو. فراخك بقى لو اكلت الخلطه اللي زي دي كده والوزن بتاعها ما اتحركش، لا تدوري بقى انت تشوفي الغلط فين وتحاولي تصلحيه. يعني الخلطه دي بجد بتحرك الوزن جدا، لانها كفايه بس انها بتفتح الشهيه وفي نفس الوقت بتحمي فراخك من البرد. طبعا فيتامين سي معروف يا جماعه للبرد، بتدي مناعه للفرخ، ضد البرد، وفي نفس الوقت فتح شهيه حلوه قوي قوي قوي. وكمان شغالين على الاسهالات، مش عاوزين اسهالات خالص الوقت تيجي للفراخ علشان الدورة تتم معانا على خير والوزن يفضل حلو معانا. هما كانوا نايمين وساعة ما شافوا العلافة هتدخل لهم بدأ القلق. انا عاملة مش مكترة علف كتير عشان الفراخ تاكل الخلطة كده الاول وتستفاد منها كويس. ساعة الفراخ ما بتشوف العلف اهي ما شاء الله. احلى حاجة الفرخ اللي ياكل وينام، ده الفرخ يديك الوزن على طول. الفرخ بقى اللي تحط له العلف ويقوم بطيء كده وما يبقاش عنده اقبال على العلف ولا يبقى عنده هجوم على العلف كده، تبقى تعرف ان موله هيبقى طويل. عشان كده بقولك اشتغلي على فتح الشهية، اشتغل على تطهير الامعاء، اشتغلي على علاج الاسهالات. دايما انزلي اوعي تنسي وصفه الاسهال بتاع كل اسبوع اللي باكد عليها. سقوه الشيح يا جماعه بتاع كل اسبوع دي اوعي تنسيه. يعني انا بعمل سقوه الشيح مره كل اسبوع، وبرده بنزل بوصفات ومكونات احطها لهم برده علشان الاسهالات. ما شاء الله ما شاء الله. يعني انا لو مش عارفه يعني ده حاجه هي يمكن بسيطه هي كده معقوله، اللي هو البن اللي فيه حته بيضه ده بيبقى معقول، بس المفروض يبقى متماسك اكتر من كده. فالخلطه دي ان شاء الله هتظبط الدنيا وتخلي الامعاء والحمام بتاعهم كويس، وتطهر الامعاء وتنشط الهضم عندهم وتساعد على امتصاص العلف وتظبط الوزن. يعني انت شغاله على كام حاجه في وقت واحد. يبقى هترفعي الوزن بكل بساطة، وهترفعي التحويل بكل بساطة، وفي نفس الوقت هتقللي في استهلاك العلف. والله العظيم بتقللي في استهلاك العلف. انا في فراخ تاكل 4 كيلو ما تديكيش وزن حلو، وفي فراخ تاكل 3 كيلو وربع وتديكي 3 كيلو وزن، او 3 كيلو ونص وتديكي 3 كيلو وزن، وفرخ ياكل 4 كيلو ويا دوبك يديكي 2 كيلو وزن. دي بيرجع يا جماعة للتهوية الصح والعلاج الاسهال باستمرار، ان الفراخ ما يبقاش عندها اسهال، وعلى سحب العلف في الفراخ حلو. وفي نفس الوقت التجويع مهم جدا الوقتي في الاعمار ديت، والاظلام كمان في الوقت الحر. يعني كل ما الجو يحرر كل ما نعمل اظلام في الوقت اللي هو الحر. ما شاء الله الدورة هي الحمد لله رب العالمين 21 يوم كل حاجة تمام، وبنزل لكم يوميا الوصفة بوصفتها. والله 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 كل اللي بعمله لفراخي انا بقول لكم عليه، ما بخبي حاجة نهائي. ونفسي اي واحد ما رباش فراخ ولا عمره ربى فراخ يربي معايا
ويفرح كده بخروج الفراخ بتاعته، والفراخ بتاعته اما تكبر واما يجي يذبح كده ويعمر بيته ويملى تلاجته يبقى فرحان. دي عندي والله بالدنيا كلها. يا ربنا يجعل بيوتنا كلها عمار وما يحوج حد لأي حد، ويسترنا ويستر بيوتنا يا رب، واللهم امين، ويجعلها سنة خير علينا ويبعد عننا كل شر يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.